بعد كده بمسك الكراسه الصفراء بتاعتي قبل كل انترفيو، اقعد اراجع الحاجات الاساسيه دي. بعد كده بقى الانترفيو نفسه، وده حاجه انا كنت لسه اصلا كاتب عليها بوست على لينكد ان، اللي انا بعمل شويه حاجات عشان الم الاساسيات كلها، بكون انا اوريدي بذاكرها وكاتبها في PDF وبكتبها بخط الايد. يعني لو انت بتكتبها بخط الايد اكتبها بخط الايد. وبعد كده بمسك الكراسه الصفراء بتاعتي قبل كل انترفيو، اقعد اراجع الحاجات الاساسيه دي، وابدا اشوف لو الشركه نفسها بتارجت توبكس معينه. يعني انا قبل كده مثلا كنت داخل انترفيو في شركه، الشركه دي كانت عندها KMP اللي هو كوتلين مالتي بلاتفورم، وانا ما عنديش خبره في KMP. دخلت قرات عن KMP وذاكرت شويه حاجات فيها، وشفت شويه انستراكشنز وشويه حاجات في الانتجريشن ازاي تحصل، ودخلت الانترفيو. الراجل ما سالنيش على KMP، جيت في الاخر قلت له انت ما سالتنيش ليه عن KMP، مش الشركه شغاله بيها؟ فقال لي فعلا ومش عارف ايه وكده، وقعد يسالني شويه اسئله، والراجل عجبته دماغي. يعني الحمد لله الواحد ما اتقبلش، بس يعني الفكره في المبدا يعني، اللي انت يبقى في حاجات انت بتعملها، هو بياخد باله ان انت مهتم ببروفايل الشركه، مهتم الشركه دي بتقدم ايه، عارف ايه عن الشركه دي، التكنولوجيز اللي الشركه شغاله بيها واللي انت اهتميت بيها وذاكرتها حتى لو انت ما عندكش خبره فيها. الحاجات دي كلها بتديك انديكيتورز كويسه في الانترفيو. انا لما اكون بعمل انترفيو لحد والاقيه مهتم بالحاجات اللي احنا شغالين بيها، انا بتعجبني دماغ الشخص ده. يعني ده حد يعني بنقول عليه حفروك، بيحفرك في الشغل. جوه الشركه هيعمل نفس الكلام. ان شاء الله ما تكونش حلاوه بدايات يعني يا شباب. ف... فدي حاجات لازم تكون واخد بالك منها كويس جدا 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 وانت داخل الانترفيو. في الاخر خالص بقى يبقى في انترفيو مانجيريال، بتخش مع المانجر. انا ده والله كان نفسي الاقي له كرايتيريا معينه، بس ده بيبقى حسب مزاج المانجر بقى، مراته منكده عليه ولا لا، ودنيته عامله ازاي، وهو اللي جاي لك في المود ولا مش جاي لك في المود، وهم اصلا عايزين تايتل ايه. انا بكتشف ان في مانجرز داخل لهم تايتل ميد ليفل وهم اصلا مش عايزين ميد ليفل. طب انت ده انا دخلت الانترفيو انا بعمل ايه حضرتك؟ يعني التانيين عايزين سينيور، واخش انا مثلا يقول لك لا انت مستواك ليد. طب ما من الاول ليه ما اخش اصلا، ليه اخش المانجيريال بقى طالما كده؟ فهي يعني دي بتبقى انت ونصيبك، حسب المدير رايق ولا لا، وانت برضو بتخش تلعب على المدير. يعني بخش بروفايل لينكد ان بتاعه، ايه الحاجات اللي هو بيذاكرها، الحاجات اللي لو كاتب ارتكلز اخش اقرا الارتكلز بتاعته، ايه وجهات نظره. لو يا سلام لو قلت له حاجه هو كان كاتبها في ارتكل قبل كده هتكيفه جدا جدا ويبقى طالع بيك السما. فكل دي حاجات من الاخر كده. المانجيريال ده نقدر نقول ان احنا بنلعب على الكاركتر اكتر، بلعب على الكاركتر بتاعت الشخص اللي قدامي، واحاول اجيب له الحاجات اللي هو بيحبها، اتكلم عن الحاجات اللي هو عايزها، الحاجات اللي هو عايز يسمعها. الموضوع ده مهم جدا 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 في اي انترفيو، ان انا اكون بتكلم او بسمع الشخص اللي قدامي الحاجات اللي هو عايزها. شخص مثلا بيسالني على حاجه وحاسس ان هو عايز يسمع كونسبت معين، اقول له الكونسبت دوت وبعد كده اكمل من وجهه نظري. فهو سمع اللي هو عايزه وانا قلت له وجهه نظري، ممكن نتناقش بقى في الكلام ده بعد كده.